بيبدأ الفيلم في مدينة اسمها جرانت، وبنعرف إن زمان كان عايش في المدينة دي أخين توأم صغيرين عندهم قوة خارقة، والأخين دول اسمهم سمارتن ونمسيس، وكانت قوتهم الخارقة بتميزهم عن أي شخص تاني، لكن علشان كانوا لسه صغيرين ما كانوش قادرين يتحكموا في قوتهم وكانوا بيعملوا مشاكل في المدينة، وعلشان كده كان كل أهل المدينة بيتجنبوهم وبيكرهوهم. وفي يوم أهل المدينة استنوهم لما راحوا في النوم واتجمعوا حوالين بيتهم وولعوا فيه، لكن المفاجأة إن التوأم دول قدروا ينجوا من الحريقة دي، ولكن للأسف أبوهم وأمهم ماتوا في الحريقة. ومن اللحظة دي التوأم اتفرقوا عن بعض، وسمرتن بقى بطل وبيدافع عن أهل المدينة من أي شر، وعلى العكس تماما نمسيس أخوه بقى عايز ينتقم من أهل المدينة على اللي عملوه في أبوه وأمه، وعلشان كده اضطر التوأم إنهم يواجهوا بعض أكتر من مرة، وفي كل مرة كانوا بيتواجهوا فيها سمرتن كان بيبقى متفوق على نمسيس، وبسبب كده صنع نمسيس مطرقة خارقة علشان يقتل بيها سمرتن، وعمل نمسيس فخ لأخوه واستدرجه لمحطة طاقة وحاول يخلص عليه بالمطرقة، لكن المحطة انفجرت بيهم هما الاتنين وهما الاتنين ماتوا في الانفجار. ولكن في إشاعات بتقول إن سمرتن قدر ينجو من الانفجار ده وعايش متخفي في المدينة. وبعد مرور 20 سنة من الأحداث دي بنشوف ولد صغير اسمه سام، وسام ده بيكون عايش مع أمه بعد ما أمه انفصلت عن أبوه، وبيكون سام مغرم بالبطل سمرتن جدا، وبيفضل يقرأ ويسمع عن بطولاته والمعارك بتاعته في كل مكان. وتاني يوم وأثناء ما سام راجع من المدرسة بيتفاجئ بأن صاحب الشقة اللي هم مأجرينها حجز على الشقة، وده لأن هم عليهم إيجارات متأخرة كتير وحالة أم سام المادية صعبة جدا. فبيتضايق سام جدا وبيفضل يتمشى في الشارع وهو متضايق وحزين لحد ما بيقابل صاحبه اللي اسمه جيس، وبيحكي له إن شقتهم اتحجز عليها وحالتهم المادية بقت صعبة جدا. فبيقول له جيس إن هو عنده طريقة يجمع بيها فلوس كتير جدا في وقت قليل، والفلوس دي هتخليه يقدر يساعد أمه في الظروف دي وهتحل كل مشاكلهم. فبيوافق سام على طول، وبياخدوا جيس وبيروحوا يسرقوا أسلاك من بيت مهجور علشان يبيعوها لعصابة كبيرة في المنطقة. وبعد ما بيخلصوا سرقة الأسلاك بيروحوا لمقر العصابة دي، وبيكون رئيس العصابة اسمه سايروس، ولكن مش هو اللي بيقابل سام وجيس بنفسه، وبيبعت لهم رجالته ياخدوا منهم البضاعة المسروقة، وبياخد سام فلوسه من أفراد العصابة وهو متضايق عشان الفلوس اللي أخدها مش كفاية. فبيعرض عليه واحد من العصابة عملية تانية في مقابل فلوس أكتر، وبيشرح له إن العملية دي سهلة جدا ومش هتاخد منه أي مجهود. العملية دي بتكون عبارة عن إن ويلي صاحب المحل ويشغله عقبال ما هم يقدروا يسرقوا شوية حاجات من المحل. فبيستسهل سام العملية دي والفلوس بتزغلل عينيه، وبالفعل بيروح معاهم وبيفضل يشغل صاحب المحل وبيبعدوا عن المكان لحد ما أفراد العصابة بيسرقوا كل اللي عايزينه وبيمشوا من غير ما صاحب المحل يشوفهم. وبعدها بيروح سام معاهم للمقر عشان ياخد فلوسه منهم، ولكن هناك بيتفاجئوا كلهم إن هم سرقوا كراتين غلط ومش دي الكراتين اللي عايزين يسرقوها، وبكده العملية كلها باظت ومش هيقدروا يروحوا المحل ويسرقوه مرة تانية طبعا. ولكن أفراد العصابة بيكذبوا وبيرموا اللوم على سام وبيقولوا إن هو اللي سرق كراتين غلط علشان رئيس العصابة ما يعاقبهمش، وبيفضلوا يضربوا في سام وبيزقوه، ورغم إن هم عصابة كبيرة ممكن يخلصوا عليه ويدفنوه حي لكن هو ما بيخافش منهم، وبيحاول سام يدافع عن نفسه. وفي اللحظة دي بيتدخل سايروس رئيس العصابة وبيعاقب رجالته لأنه بيطلع عارف كل حاجة من الأول، وبيروح لسام وبيقول له إن هو معجب بيه وبشخصيته وبشجاعته، وبيديله مبلغ أكبر من اللي كان المفروض ياخده في العملية، وبيقول له إن هو كده رسمي بقى واحد من رجالته. فبياخد سام الفلوس منه وبيرجع للبيت وبيدي لأمه فلوس الإيجار المتأخر، فبتدفعها أمه لصاحب البيت وبيقدروا يدخلوا البيت تاني من غير أي مشاكل. وبعد كده بتقعد معاه أمه وبتسأله جاب الفلوس دي منين، فبيقول لها إن هي ما سألتوش وقت ما خدت الفلوس منه وجاية تسأله دلوقتي، فبتزعل أمه منه وبتسيبه وبتمشي. وبيجي تاني يوم وأثناء ما سام ماشي في الشارع بيقابل رجالة سايروس اللي اتعاقبوا امبارح بسببه، فبيخاف سام لهم يضربوه تاني فبيبدأ يجري منهم وهم بيطاردوه، وبعد مطاردة طويلة بيقدروا يمسكوه وبيفضلوا يضربوا فيه علشان اللي حصل لهم بسببه، لحد ما فجأة بيتدخل راجل عجوز اسمه جو واللي بيكون جار سام وشغال عامل نظافة، وبيدخل جو يبعد أفراد العصابة بقوة كبيرة لدرجة إن هو بيطيرهم في الجو، وبيبدأ يواجههم لوحده ويضربهم بمهارة عالية جدا وبيغلبهم كلهم بمنتهى السهولة، وبيخليهم في الآخر يطلعوا يجروا. وبيكون سام بيتفرج عليه وهو مبهور ومش مصدق عينيه، وفي اللحظة دي بيشك سام إن جو ده يبقى هو البطل سمرتن اللي عايش متخفي في المدينة، وده لأن مفيش حد طبيعي حتى لو شاب يقدر يعمل كل اللي عمله ده. وعلشان كده بيرجع سام لبيته وبيبدأ يراقب جو من بعيد بالمنظار بتاعه، وبيلاحظ إن في ندبات وحروق على ظهر جو، وبسبب كده بيبدأ يحس إن جو هو فعلا سمرتن. وعلشان يتأكد أكتر بيروح يتجسس على شقة جو، وبيتفاجئ بإن جو بيتنصت على راديو الشرطة علشان يقدر يسمع عن أي جريمة أو حادثة تحصل ويروح ينقذ ما يمكن إنقاذه. ومن اللحظة دي بيتأكد سام إن جو هو سمرتن وإن هو عايش متخفي ومحدش يعرف عنه حاجة.
وفي نفس الوقت ده بنشوف سايرس ورجالته هم لابسين لبس ظباط وراكبين عربية شرطة وبيكونوا رايحين عملية جديدة، وبيروح سايرس ورجالته لاسم الشرطة وبيفجروه وبيدخل لاسم الحرز والحيازة، وده بيكون مش علشان ياخد الفلوس والمخدرات اللي موجودة هناك، ولكن علشان ياخد كل حاجات ممسيس الموجودة هناك، لأن الشرطة صدرت كل الحاجات دي بعد انفجار محطة طاقة زمان. وبياخد سايرس قناع نمسيس، والأهم من كده بياخد المطرقة الخارقة بتاعته، وبتكون المطرقة دي قوية جدا وكان نمسيس صنعها علشان يقتل سمارتن. وبيكون سايرس فرحان جدا وعينيه كلها شر، ولحد دلوقتي محدش عارف هو ناوي يعمل بالمطرقة دي ايه. وفي الأثناء دي بيروح سام لصحفي في المدينة مجنون بسمارتن، وبيحكي له سام على كل حاجة عارفها عن جو، وبيقول له إن هو شاكك إن جو جاره هو سمارتن، لكن الصحفي ما بيقتنعش بكلامه، وبيقول له إن هو ممكن يكون راجل عجوز وقوي شوية وعنده صحة، وممكن يكون عنده حروق من أي حادثة قديمة، وبيتجسس على الشرطة بدافع الفضول مش أكتر، وبيطلب منه يجيب له أي دليل كافي يثبت إن جو هو سمارتن، وساعتها هو هيصدقه وهينشر عنه في الجرايد. فبيوافق سام وبيقرر يراقب جو طول الوقت لحد ما يلاقي دليل قاطع إن هو يبقى سمارتن. وبيجي تاني يوم وبنشوف سام وهو بيراقب جو ومستنيه يمشي من بيته، وأثناء ما جو ماشي من بيته بيلاحظ سام اللي بيراقبه، لكن ما بيديلوش أي اهتمام وبيسيبه وبيمشي. وأول ما بيمشي بيتسلل سام لبيت جو وبيفضل يدور على أي دليل لحد ما بيلاقي ملف فيه كل معارك سمارتن بتفاصيل مفيش أي حد يعرفها غير سمارتن نفسه. وفي اللحظة دي بيتأكد إن 100% جو هو سمارتن، فبياخد الملف معاه وبيمشي علشان يوريه للصحفي. لكن لما بيجي الليل بيتفاجئ سام إن جو جاي البيت عنده، وبيتكلم جو مع سام وبيشتكي لها منه، وبيقول لها إن هو حرامي وسرق منه حاجات مهمة. فبيعتذر سام لجو وبيرجع له الملف تاني، وبتفضل سام تترجى جو إن هو ما يبلغش الشرطة، فبيوافق جو وبيسيبهم وبيمشي. وبيجي تاني يوم وسام بيقابل جو بالصدفة في الشارع، وبيقول له سام إن هو عارف إن هو البطل سمارتن بأمارة الملف اللي كان فيه كل القصص بتاعته. فبيقول له جو هنا إن هو مجرد معجب لسمارتن زيه، وبقاله مدة طويلة بيجمع كل أخباره وقصصه من كل مكان، وبيسيبه جو وبيمشي. وبمجرد ما بيمشي بيجي أفراد العصابة اللي هو ضربهم قبل كده وبيخبطوه بالعربية بقوة، وزي أي حد طبيعي المفروض خبطة عربية زي دي تموته، خصوصا إن هو راجل عجوز. لكن المفاجأة إن لما سام بيروح يطمن عليه بيلاقيه لسه عايش، وبيرجع جو سليم كأن مفيش أي حاجة حصلت له، وبيكون سام بيتفرج عليه وهو فرحان ومبهور جدا بعد ما اتأكد إن خلاص هو سمارتن. وبعد ما سام بيكتشف سر وبياخده جو للبيت عنده وبيطلب منه ما يقولش لأي حد على السر ده، وبيوعدوا سام بكده وبيفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما بيلاحظ سام إن جو عمال ياكل آيس كريم بكميات كبيرة جدا، فبيسأله عن السبب، فبيشرح له جو إن درجة حرارة جسمه بتزيد جدا بعد ما جسمه بيعالج نفسه، فهو لازم يبرد درجة حرارة جسمه بأي وسيلة، وإلا ممكن درجة حرارة جسمه تفضل تزيد لحد ما يتوفى. فبيسأله سام بعد كده عن أخوه نمسيس وبيسأله إشمعنى هو اللي نجا من الانفجار وأخوه توفى رغم إن هما الاتنين عندهم نفس القوة الخارقة، فبيتوه جو عن الموضوع وما بيجاوبش على سؤاله. وفي الوقت ده بيكون سايرس ورجالته رايحين لأشهر وأكتر شارع حيوي في المدينة وبيفجروه، وبيلبس سايرس قناع نمسيس وبياخد المطرقة بتاعته وبيطلع فوق عربية وبيدعي إن هو يبقى نمسيس، وبيفضل يخاطب الناس الفقراء والمتشردين وبيقول لهم خطاب عن النظام الفاسد بتاع مدينتهم اللي خلاهم متشردين وفقراء، وإن هم لازم يعملوا ثورة ويقضوا على النظام ده ويحكموا مدينتهم بنفسهم. وكل الموجودين بيتأثروا جدا بكلامه وبيقرروا إنهم يتبعوه ويعملوا ثورة، وبيخليهم سايرس يلبسوا أقنعة شبه قناع نمسيس اللي هو لابسه، وبيأمرهم ينتشروا في المدينة وينشروا الفوضى والخراب في كل مكان، لأن من اللحظة دي المدينة بقت بتاعتهم. وبالفعل كله بيتحمس جدا وبيلبسوا الأقنعة وبيبدأوا يدمروا في المدينة. وبيجي تاني يوم وسام بيروح يراقب جو كالعادة، لكن جو بيشوفه وبيقوله يبطل يراقبه، وبياخدوا جو وبيتمشى معاه شوية وبيقضوا اليوم كله مع بعض، وبيبقى واضح إن علاقتهم بتتطور، وجو بدأ يتقبل سام عن الأول. وبعد ما بيلفوا اليوم كله مع بعض وبيتعرفوا على بعض أكتر بيرجع كل واحد منهم لبيته. وبيجي تاني يوم وبنشوف سام وهو جاي يطلب من جو يعلمه القتال علشان يعرف يدافع عن نفسه. في الأول بيرفض جو، لكن بعد إصرار سام بيضطر إنه يوافق، وبياخد جو وبيبدأ يدربه، وأثناء التدريب بيسخن سام شوية وبيضرب جو، ولكن علشان جو جسمه قوي جدا ويعتبر زي الحديد بتحصل لسام كدمة في إيده، فبياخدوا جو البيت علشان يعالجه، وبيفضلوا يتكلموا شوية. فبيسألوا سام عن نمسيس مرة تانية، فالمرة دي بيتعصب جو وبيزعق له وبيطرده بره البيت، فبيمشي سام وهو زعلان جدا. وأثناء ما هو ماشي في الشارع بيقابل سايرس ورجالته وهم راكبين عربية، فبيعرض عليه سايرس يجي معاه وياخد مبلغ كبير، فبيوافق سام وبيركب معاه.
وبيروحوا للمقر وبيعرفوا سايروس إن مهمته بسيطة جدا، واللي هي إنه هيقف قدام المقر وأول ما يشوف الشرطة يصفر لهم مش أكتر وبيسيبه وبيدخل المقر. لكن كالعادة سام الفضولي بيدخل يتجسس عليهم في المقر وبيعرف إن سايروس ناوي يدمر محطة الطاقة، ولكن المفاجأة إنه بيشوف سايروس وهو بيعذب ضابط شرطة وبيقتله. وطبعا أول ما بيشوف المنظر ده بيهرب فورا، وأثناء ما هو بيهرب بيلاقي رجالة سايروس بيضربوا صاحبه جيس، فبيتشجع جدا وبيدخل يبعدهم عن جيس، فبيمسكوه وبيضربوه بدل جيس لحد ما بيغمى عليه من كتر الضرب. وبعد ما بيغمى عليه بياخدوه في عجلة من اللي بتبقى موجودة في السوبر ماركت وبيحطوه قدام بيته. ولكن المفاجأة إن هما بيشوفوا جو بيرعبهم من الشباك، وطبعا بيتصدموا جدا لأن هو لسه عايش بعد ما داسوه بالعربية وطلعوا يجروا. فبيروحوا لسايروس وبيحكوا له إن هما حاولوا يقتلوا راجل عجوز وخبطوه بالعربية بقوة كبيرة جدا، ومع ذلك لسه شايفينه وهو عايش وما فيهوش أي خدش وسليم 100%. فبيستغرب سايروس وبيقول لهم إن هو لازم يقابل العجوز ده وبيأمرهم يجيبوه له فورا. وفي نفس الوقت ده بيكون جو وصل سام لمستشفى عشان يتعالج فيها، ولما بيمشي من المستشفى بيتفاجئ برجالة سايروس محاصرينه وبيقولوا له يجي معاهم من غير شر. لكن طبعا هنا بيضربهم واحد ورا التاني وبيحدف واحد بقوة كبيرة جدا قدام الناس في الشارع، وطبعا الناس بتتجمع وبيتفرجوا على اللي بيحصل وبيشوفوا جو هو بيقلب عربية كاملة بإيده بمنتهى السهولة، وده علشان يحمي طفلة صغيرة من قنبلة واحد من العصابة فجرها. وبتكون الناس متجمعة وبتشوف اللي بيحصل ده وبيصوروه كمان. وأول ما بتوصل الشرطة بيهرب جو من المكان فورا وبيرجع جو على بيته وبيلم حاجته علشان يهرب من المدينة. لكن سام بيجيله وبيقول له إن هو سمع سايروس وهو بيتكلم وعارف إن سايروس ناوي يدمر محطة الطاقة، فبيقول له جو يروح يبلغ الشرطة علشان هو ملوش دعوة بالموضوع ده. فبيتخانق سام معاه وبيقول عليه جبان وبيسيبه وبيمشي وهو متعصب. وفي نفس الوقت ده بيكون واحد من رجالة سايروس اللي كانوا بيواجهوا جو راح لسايروس وعرفه إن جو يبقى سمارتن. فبيقرر سايروس يقضي على جو باستخدام المطرقة الخارقة، وبياخد المطرقة ورجالته وبيروح على بيت جو، ولكن ما بيلاقوش حد هناك. ولكن لما بيبص سايروس من الشباك بيشوف سام وأمه في البيت اللي قصادهم، وبيستنتج إن في صلة بين سام وجو، وبيقرر يستخدم سام كطعم علشان جو يجي ينقذه وساعتها هو يخلص عليه. فبيخلي رجالته يطاردوا سام ويخطفوه من أمه ويمشوا. وفي الوقت ده بيكون جو في محطة القطر عشان يسافر ويسيب المدينة، لكن بعد تفكير وتردد بيغير رأيه وبيقرر يرجع لسام. ولما بيرجع لسام بيتفاجئ إن بيت سام في حالة فوضى وأم سام واقعة على الأرض وحالتها صعبة، وبيعرف إن سايروس خطف سام فبيتعصب جدا وبيقرر إنه يروح ينقذه زي ما سايروس عاوز. وبيروح جو للمكان اللي سايروس موجود فيه وبيبدأ يخلص على رجالته واحد ورا التاني لحد ما بيطلع له سايروس وبيرحب بيه وبيهدده بقتل سام. فبيستسلم جو وبيقول له يخلي سام يمشي وهو يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه، لكن سايروس بيرفض وبيقول له ان سام لازم يكون موجود ويشوف اللي هيحصل ده. وبيبدا سايروس يضرب جو بالمطرقه، ومع كل ضربه بالمطرقه بيبدا جو يستعيد ذكرياته. وهنا بتكون المفاجاه وبنكتشف ان زمان وقت ما كان سمارتن بيواجه النمسيس في المحطه سمارتن كان على وشك انه يقتل النمسيس، لكن علشان هو طيب رجع في كلامه وسابه ومشي. وعلشان المكان كله كان مولع الارض اللي سمارتن كان واقف عليها بتتدمر وبيكون هيقع في النار، فبيروح نمسيس يساعده لكن ما بيلحقش وبيقع سمارتن في النار وبيموت. وهنا بنكتشف ان نمسيس هو اللي فضل عايش وان جو هو نمسيس، لكن بعد اللي حصل لاخوه اتغير للاحسن وبقى طيب وعايش حياته في حاله من غير مشاكل. وبنرجع لوقتنا الحاضر وبنشوف معركة سايروس وجو بعد ما جو بيتعصب جدا وبيتحول 180 درجة وبياخد المطرقة من سايروس وبيفضل يضربه هو ورجالته لحد ما سايروس بياخد سام وبيطلع بيه فوق سطح المبنى عشان يرميه من فوق. ولكن جو بيعرف كده وبيضرب رجالة سايروس وبيخلص عليهم وبيطلع لفوق السطح وبيلاقي السطح كله مولع ومفيش غير سام فوق، فبيقرب منه علشان يساعده. لكن فجأة بيطلع سايروس من ورا جو وبيضربه وبيبدأوا يتواجهوا مع بعض مرة تانية. وبعد قتال طويل بيقدر جو يرمي سايروس في النار ويقتله، وبعد ما المعركة بتخلص بيبدأ جسم جو يشفي نفسه وبالتالي درجة حرارة جسمه بتزيد وما بيكونش في حاجة يستخدمها علشان ينزل درجة حرارة جسمه، وبيبقى جو تعبان جدا وخلاص على وشك الموت. لكن في آخر لحظة بيكسر سام أنبوبة مية وبيبرد جسم جو وبيقدر ينقذه، وساعتها بيقوم جو وبياخد سام وبينط بيه من فوق المبنى لأن المبنى بيكون بيتدمر وبينزلوا هما الاتنين سلام. وبيعترف جو لسام إن هو نمسيس مش سمارتن وبيحكي له على كل حاجة حصلت في المعركة بتاعته هو وأخوه، وبيقول له إن هو اللي كان الشرير لكن هو دلوقتي اتغير للأحسن لأن كل إنسان جواه الخير والشر وفي إيده يختار الطريق. هو بيودعه جو وبيمشي علشان الشرطة والصحافة وصلوا، ولما بيخرج سام للشرطة والصحفيين بيسألوه مين أنقذه من الحريقة فبيقول لهم إن البطل سمارتن هو اللي أنقذه، وده علشان يخلي أهل المدينة عندهم أمل إن سمارتن لسه عايش ويعرفهم إن الخير لسه موجود.
وبيكون جو في الوقت ده شايف سام وهو بيتكلم مع الصحفيين وبيقول الكلام ده، وبعدها بيمشي في طريقه علشان يشوف مدينة جديدة يعيش فيها من غير مشاكل، وبيخلص الفيلم.